كانت أجهزة الأمن الوطني قد تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد أخطر العناصر الإرهابية بإحدى العقارات الكائنة بأرض الجمعيات بمدينة الإسماعيلية، حيث قامت مأمورية شارك فيها جهاز الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي وأمن الإسماعيلية، استهدفت المذكور، وما أن استشعر بالقوات قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها بكثافة فبادلت. أسفر ذلك عن إصابة النقيب أحمد وحيد عبد الرحيم بإصابات بالغة استشهد على أثرها، كما أسفر التعامل عن مصرع الإرهابي، وبتفتيش مسكنه تم ضبط ما يلي: 2 بندقية آلية، قذيفة RPG، كمية كبيرة من الذخيرة، 2 تليفون مجهز بدائرة كهربائية مغلقة معدة للتفجير، كمية كبيرة من المواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع المتفجرات. وسوف تظل الشرطة المصرية ثابتة على موقفها دفاعا عن المصالح الوطنية، قوية العزيمة، ترفع راية فرض القانون بحزم وكبرياء مهما زادت الأعباء وكبرت التضحيات، ومهما تطلب ذلك مزيدا من العرق والدم. يعني خلونا نقول هو شهيد بحق. ويعني الحقيقة أنه كمان المتحدث باسم الداخلية شرح الحكاية بشكل وافي، قانوني، إنساني. الأهم احنا شفنا وجه هذا الشاب، هذا النقيب. يا ترى ايه شعور كل المصريين تجاه جمعيات حقوق الإنسان اللي ما بتطلعش بيان تعاطف أو إدانة؟ يا ترى ايه الموقف من امنستي أو من جهات زي بان كيمون ما بنسمع لهمش صوت؟ هو الإنسان اللي بيموت في عنده صفة تخليه إنسان يخضع لحقوق الإنسان، وشخص تاني لما يموت بالإرهاب يبقى بره هذه المظلة؟ علشان كده أنا رهاني عليكم أنتوا، على الشعب المصري، على اللي قدر يرد على كل دول اللي كانوا بيراهنوا إن مشروع الإخوان قاعد 500 سنة، أنتوا دوبتوه في 12 شهر. أنا براهن على نزولكم يوم 14. كل اللي الدولة بتعمله علشان تحميكم بتقول إن الرهان ده هيتحقق في إسقاط الشرعية بشكل كامل يوم 14 لما هتنزلوا أكتر من 35 مليون، لأن أنتوا اللي ما بتميزوش ما بين إنسان مصري وإنسان مصري. لكن للأسف المدعين سواء باسم الدين أو باسم حقوق الإنسان هم اللي بيعرفوا يميزوا هذا التمييز، وده ربما يبدو إنه هو حاجة يعني مش كويسة، لكن ده اللي بيخلي ربنا هو اللي بيحاربهم بينا إحنا الأدوات. وبالتالي أنا مش قلقانة على الإطلاق، على الإطلاق. خلوني أقول لحضراتكم أنه كمان تم تشييع يعني هذا الشهيد. أهالي الشرقية شيعوا النقيب أحمد وحيد عبد الرحيم بعد يعني هذا البيان بالأمس. الحقيقة أن الجنازة زي ما بتبدو أمام حضراتكم قد إيه كل يوم هذا الجهاز وعناصره الجادة اللي فهمت معنى التفويض وبتشتغل عليه، علشان لما اللجان الإلكترونية بتبدأ ترملكوا عبارات بلا قيمة أحيانا بتلاقي صدى عند بعض الضعفاء، لكن هو ده الحال. مصر طول عمرها فيها اللي بيقدروا يشيلوا المسؤولية ويدفعوا الثمن، وفيها المتخاذلين اللي بيتاجروا بيرموا الفقراء يدفعوا بيهم الثمن وهم قاعدين في البيوت وفي التكييف، وربما في دول غير الدول بيحصدوا الأموال ويعلموا ولادهم. واللي بقوله ده لكل البسطاء من يعني الأهل والعشيرة، أنا عايزاهم هم يتساءلوا: هل يا ترى ابن أي حد فيهم بينعم بالتعليم اللي بينعم بيه ابن أي قيادي منهم؟ هل يا ترى مسموح إن ابن أو بنت واحدة منهم تتجوز ابن أو بنت واحد من القيادات، ولا لازم يكون في محافظة على الطبقية؟
أنا أعتقد أن المصريين في المشهد اللي قدام حضراتكم ده بيقول بشكل مباشر أن هم يعني قادرين يعملوا عملية الفرز ما بين الشخصيات الجادة وما بين الناس اللي بتتاجر بأي شيء، حتى المجموعات الشبابية اللي بقت مصابة بحالة الهوس. أرجوكم انتبهوا لشيء مهم، هذا النوع من الأجهزة يعمل بالروح المعنوية، وإذا بقينا أسيري اللجان الإلكترونية للأهل والعشيرة، أسيري ما يتم دفعه لشركات عالمية لقلب الحقائق وتشويه الصورة والتشكيك في أن مصر بتتعرض لمؤامرة، إحنا هنخسر. علشان كده امبارح الأستاذ أسامة الدليل قال إيه؟ ده اختبار للدولة. الناس اللي كانت بتبحث عن الدولة الوطنية المصرية ونزلت يوم 30 وأكدت ده يوم 26 لازم تبقى على درجة وعي إن المشهد ده بيقول علشان يقل هذا المشهد احنا محتاجين ننزل يوم الاستفتاء أكتر من 35 مليون. وأنا ممتنة لكل المدنيين ولكل الأسر اللي بتقدر وسط كل المحاولات اللي بتحصل تشعر بهذا الأسى لفقد شاب. يعني الله يصبر أهله، يصبر أسرته.